إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، شارب الشاب يكذب ويحور في الكلام ويحلف حلفانات كثيرة أنه لا يشرب، وهو يكذب على الناس ويخدع الناس، يكذب على أبيه وأمه، يكذب على زوجته، يكذب على أسرته. شارب الشاب يفعل أي شيء، إن هو من خلال هذا الشيء يفعل أي شيء يخطر على بالك. لماذا؟ لأنه انتقل من حال إلى حال، انتقل من نفسية إلى نفسية أخرى، فهو يريد أن يأتي بهذا الشيء من أي مكان وبأي طريقة. تقول له أنت بتشرب، يحلف لك بمصاحف الدنيا أنه لا يتعاطى هذا الشيء. شارب الشاب يتكلم كثيرا، وفي الشرع يقولون من تكلم كثيرا أخطأ كثيرا، ومن كثر كلامه كثر لغطه. طيب ايه اللي عرفنا بالكلام ده يا جماعة؟ في قصص واقعية وقعت معنا، عشان بس انت تبقى فاهم ان شارب الشاب ده كأن هو اللي صح واللي حوالين منه خطأ. شارب الشاب وبيشك في ابوه وفي امه، بيشك في مراته، بيشك في عياله، بيشك في صاحبه، بيشك لو واحد قاعد جنبه، بيشك في الدنيا كلها وهو اللي مشكوك فيه. شارب الشاب ويبقى قاعد يظن ان الحكومة هتخش عليه. شارب الشاب وتلاقيه في مكان، قاعد في مكان متداري من الناس، مستخبي، قاعد خايف، قافل بالمفاتيح وقافل بالكوالين وقافل بالاقفال، خايف لحد يجي يقبض عليه. شارب الشاب وكل شوية شغل نفسه، يبص من الشباك، يبص من البلكونة، يبص على حد، يبص لك، يخرج، يدخل. ليه؟ شاكك في اللي حوالين منه. كل شوية يقول لك ايه؟ حد جاي لي دلوقتي، حد جاي يقبض عليا. دي من بق واحد اتعالج. الكلام اللي بقوله لك ده من بق واحد اتعالج. شارب الشاب وبيقول لي لما كنت بقعد مع ابويا او امي وكانوا بينصحوني للصح، بفكر ان هم عاوزين مني حاجة، عاوزين ياخدوا مني حاجة من فلوسي، من شغلي، مستكترين عليا. شارب الشاب حينما تتكلم معه كأنه هو الوحيد الأوحد في الدنيا، وتلاقيه عامل مشاكل، كل حياته مشاكل، مشاكل مع زوجته، مشاكل مع أولاده، مشاكل مع أبوه وأمه، مشاكل مع أصدقائه، مشاكل مع كل الدنيا حوالين منه. طيب إيه اللي عرفك بالكلام ده؟ قعدت مع بعض الناس، جالي شاب وهو يشرب الشاب، فلما جلست معه وعملت له اختبار، فقلت له انت بتشرب ايه؟ قال لي انا بشرب سجاير. قلت له غير السجاير. قال لي يعني سجارة حشيش، ربع، مش عارف ايه الكلام اللي انتوا عارفينه ده. قلت له لا، في شبوة.
قال لي يعني بسيط خفيف مش عارف ايه، ده قرايبي اللي خلوني اشربه، ده زوجتي اللي خلتني اشربه، ده اخويا ضمي، ده ابويا، وقعد يجيب يرمي الحيل على الناس. وشربته علشان اعرفهم ان بكلامكم انتوا اللي خلتيني اشرب، وده خطأ، وده كلام باطل، هو يبرر لنفسه. طيب وبعدين أنا تعبان، أنا بيتعمل لي، أنا معمول لي أعمال، أنا معمول لي سحر، أنا شاكك في فلان، أنا شاكك في فلانة، أني. طيب يا عم الحاج تعال، أنت عايز تتعالج؟ ما هو اللي جاي لك ده برضه أنت لازم تقف جنبه. معلش يعني، أنت مش هتقول ده بيشرب شاب وابعد عنه، أو ده كذا، أو لا، ما أنت عايز تقف جنبه. راجل عنده 30 سنة ومتزوج، يعني انت عايز تقف جنبه. طيب تعالى يا عم الحاج، انت عاوز ايه؟ قال لي انا عايز اتعالج. قلت له ماشي اعالجك، بس بشرط ان انت تساعد نفسك مش تساعدني. في شاب دلوقتي يبقى لازم تساعد نفسك وتبتعد عن الشاب. ماشي، بكرة بعده طبعا انا ماشية معاه، او كوني انني بروح مكانه او اروح له البيت، او يجي من البيت ياخدني فاروح له البيت او ما شابه ذلك، هو كده سجل بونت وخد اللقطة ان هو مريض روحي عنده سحر. واللي هو بيعمله في الناس اللي حوالين منه، ان كان بيعمل مع ابوه او امه، او بيعمل مع زوجته، او مختلف مع اخواته او مع اصحابه، يا جماعة معلش ده انا كنت مسحور، انا كان غصب عني. وهو اصلا بيشرب شاب ويتعاطى هذا الشيء، وعايز يثبت للناس اهو ده الشيخ فلان الفلاني جاي وبيعالجني اهو قدامكم اهو انتوا شايفينه. وده يا جماعة خطأ. هو يعطي اللقطة او يعطي المنظر او يسجل عند الناس انني كنت تعبان مسحور ودي حاجة غصب عني، وهو يتعاطى الشاب. واحنا بنمشي معاه بنقول استر عليه، انك بتستر على مسلم بس يتعالج. انت بتقول استر عليه علشان يتعالج، ماشي يا عم انا معاك، انت تعبان ومريض ومسحور، انا برضو هاخدك على قد عقلك، بس اتعالج، خش مصحة وتعالج لنفسك. ففضلنا ماشيين معاه يا جماعة، ده انا بشك في فلان، ده فلان بيخش عندي، ده فلان رمالي حاجة، ده فلان خطيت من عليه، ده اداني، وكلام تسمعه وهم وما بيفصلش، ما بيفصلش عن الكلام. ووقفنا جنبه ومشينا معاه على سبيل ان هو يتعالج. عارف في الاخر يقول لك ايه؟ ده الشيخ ده طمعان فيه. ما هو شارب الشاب وكده، شارب الشاب والناس كلها طمعانه فيه، هو مش لاقي ياكل، هو مش لاقي يجيب الجرام او النص جرام اللي هيضربه، هو مش لاقي، ويظن فيك انك واقف جنبه او بتساعده، يظن ان انت طمعان فيه، فطبعا بتضطر انك تبتعد. يعني شوف انت، يعني انت بتعمل خير او بتقترب الى الله عز وجل انك تقف معاه وتستر عليه وتجيبه وتوديه مصحة وتكلم الناس، والناس توافقك، يقول لك بس باقتناع. اهم حاجة الشخص يقتنع انه يتعالج، انما احنا هناخده نعالجه ومش عارف ايه، وبعد ما ناخده نعالجه ويتصرف عليه 4 شهور او 6 شهور في المصحة، وندفع له عشرات الالوف، 50,000 و60,000، وفي ناس بتوصل ل100 و150 ألف جنيه في مصحات عشان يطلع متعالج، ويطلع ويعيد الكرة من جديد. يقول لك يبقى احنا بنصرف في الفاضي وبنضيع عليه في الفاضي. فهو شارب الشاب ومريض نفسيا. الشاب اول ما بيخش يا جماعة بيخش على الذاكرة، على الدماغ، ينشط الذاكرة بطريقة رهيبة.
فينظر اليك يقول لك ده انت طمعان، يقول لك ينظر اليك يقول لك انا شاكك فيه، هو جاي عاوز ايه؟ ده جاي عايز يسلمني. واول حاجه عنده موضوع التسليم، يقول لك جاي يسلمني، هيحبسني، هيعملني كده كده كده، فشاكك فيك. عارف لو قدمت له حاجه ساعه يشك فيك، يقول لك ده يحط لي حبايه منوم عشان يودينا المصح. شاكك في كل حاجه، يشك في زوجته، يشك في مرة واحد بيقول لي أنا ببص لصوابع رجليا هم 5 لقيتهم 6، ومرة لقيتهم 4. شاكك في نفسه، هو شاكك في صوابعه نفسها. يبقى مش بعيد إن هو، وهتسمع. يعني كان جالس معايا أحد الأصدقاء لي، وبعدين بيقول لي ده فلان ده واخد بنت فلانة قريبته يعني، واتضح إنه بيشرب شاب. طيب ماشي. قال لك روح على زوجته، دخل من الباب، ضربها والقاها على السرير، وجاب مخدة يا جماعة وحطها على نفسها، أراد أن يقتلها هو لا يدري، وفضل خانق فيها، وكانت حامل كما قيل لي، وكانت حامل وفين وفين، صويت وترفيس ومش عارف ايه. المهم حد دخل شالوها على الطوارئ، تنفس صناعي وما شابه ذلك، وهو اترمى في الحبس. شرب الشاب لا يعقل، يتحدث بعقل، كأن عقل باطني. هو قدامك حلو وبيضحك وجميل قوي، وهو مش طايقك، هو شاكك فيك، هو ما خايف منك، خايف من كل اللي حوالين منه. دي قصة تانية برضو. جالي راجل من تحت المنصورة، يعني راجل مهندس كبير، يعني له مكانته، وكان متزوجا وعنده أولاد. لما هو بيحكي لي بقى، هو جاي لي أعالجه، فلما قرأت عليه قلت له أنت بتشرب إيه؟ قال لي عادي يعني سجاير. برضه هم بيهربوا، بس ربنا سبحانه وتعالى بيقذف في قلوب هؤلاء ان المعالجين بيعرفوا بطريقه او باخرى بقى، هذا فضل الله. قلت له انت في شبوه. قال لي ايه اللي عرفك؟ قلت له في شبوه. قال لي في شبوه من زمان، من سنين السنين. طيب نتيجه الشبوه عنده ايه يا جماعه؟ مهندس كبير، يعني انا مش عايز اقول فين وكده لان ممكن يتعرف او يشوف الفيديو او ما شابه ذلك. مهندس يعني كان بيقول لي، يعني كان بيقول بيخش لي في الشهر ما يقرب من 180,000 جنيه او 150,000 جنيه. يعني كانت ظروفه جميلة جدا. الوقت الدنيا خلاص مفيش. طب وصل لايه؟ قال لي انا طلقت زوجتي ومش عارف اشوف ليها بنت، مش عارف اشوفها، امي ما عادتش طايقاني، اخواتي مفيش، اصحابي كل ما احاول اجي اقعد مع اصحابي هم كرهوني. ما هو يكره اصلا، هو يكره الناس فيه، والناس تبدا تكرهه. ليه؟ لان هو شارب الشاب، هو الذاكره عنده شغاله ونشطه، فهو يفكر ان هو بيتزاكى على الناس. انما هو ممكن يقول كلمه للي قدامه تضايقه، ممكن يقول للواحد انت حرامي، ممكن يقول للواحد انت طماع، ممكن واحد يقول للواحد انت جاي قاعد معايا علشان انت عاوز كذا كذا مني، فكلام غريب، فيبدأ يبعد عنه ويكرهه، والتاني والتالت والرابع، الدنيا كلها فضت من حوالين منه، وهو يقول لك ده هم كرهوني وسابوني مش عارف ليه. ما هو انت السبب، انت اللي عملت في اصدقائك كده، وعملت في زوجتك وولادك وامك وابوك والدنيا. فجيت ابص قلت له لا، انت علشان تتعالج من السحر اللي عندك، ان كان هناك سحر فلابد ان تعالج من هذا الامر اولا. فراح ما جاش، ولا عدت تشوف وشه ولا تسمع صوته. اول ما تواجهه بالحقيقه يقول لك طيب هشوف نفسي وابقى ارد عليك، ويروح ما يجيش. ليه؟ لانك واجهته بالحقيقه.
انت قلت له في كذا كذا، فانت واجهته، فهو مش قادر يكذبك. ليه؟ لان انت شيخ قدامه، فانت عارف كل حاجة. انما مع ابوه وامه هو الشريف ابن الشريف. لا اشرب مين يا عم؟ والمصحف ما بشرب، وربنا والكعبة ايمنات يجمد لها الماء، ان هو ما بيشربش. وهو وصل لدرجة عالية جدا من بيقولوا بيضرب، انا بقول بيشرب. وهو صحح لي المقولة المهندس ده، قال لي بنضرب. ببقى نازل ضارب على الصبح، ببقى جاي ضارب، ببقى رايح ضارب. قلت له يلا. اختلفت الأقوال، أو اختلفت الأمور. جالي ولد عنده 13 سنة، أمه جابته وجات، يا عم الشيخ أيوة ابني ده تعبان وبيحصل له حاجات وعايزين نشوف فيه. الناس بتاخد زي ما قلت لك، ركز معايا كده، ركز معايا. الناس بتاخد اللقطة. أمه يا عيني غلبانة مش عارفة حاجة، والولد عنده 13 سنة وماشي مع عيال بايظة، وشرب الشاب وتعاطى الشاب. طب ليه يا جدعان؟ قال لك ما خلاص هتعمل ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. سوء فعل الآباء، سوء فعل الأبناء، سوء فعل أي حد. خلاص هو وصل لدرجة إنه شرب. طيب ماشي، الحل ايه؟ قال لك نوديه لشيخ يقرأ عليه. هم ما يعرفوش انه بيشرب، وهو يحلف 100 يمين ان هو ما بيشرب. فجه المهم جيت ابص لقيت الولد قدامي مش مظبوط اصلا. يعني الناس اللي بتشرب الشاب واللي هم الكبار اللي واقف قدامك حديد، شارب وما تظنش فيه الكلام ده. لا اوعى تفاجئ. لا ده حديد، يقنعك ان هو ما بيشربش. فالمهم قلت له قال انت شارب حاجه؟ الولد طلع صريح، او ما تعرفش هو قال لي كده ليه. قال لي هزلي بدماغه كده. قال لي قلت له طيب يا ابني انت جاي تتعالج وشارب؟ ما ينفعش. قوم يلا روح، وبعدين تعالى بكره او في يوم تاني نبقى نقرا عليك. راح ما جاش. هو خد اللقطه ان هو ايه، راح لشيخ وشيخ بيعالجه بالقران، واحنا ما قعدناش دقيقتين. يا دوبك بصينا على الولد، كلمنا كلمتين، لقيناه مش مظبط. يلا مروح يا ابني وتعالى بكره. راح ما جاش. اذا الموضوع مش سهل يا جماعه. انا كنت اعرف واحد صاحبي يعني عادي، مش شيخ ولا حاجه، وبعدين الناس كلها عرفت انه بيشرب. ليه؟ بدأ يستلف من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، يروح ويجي ويتكلم فلان ويتكلم علان. ما هوش فجأة، ما معهوش الشرب يعني بطريقة بغزارة. يا ابني انت بتشرب يا ابني، ده يكلمه ده يكلمه ده مش مقتنع. وفجأة لقى نفسه في المصحة. خلاص الناس وقرايبه خافوا عليه، سلموه للمصحة يتعالج. المشكلة يا جماعة ان هو مش مقتنع. ان انا ازاي يا عم، ازاي انك تقول عليا انا بشرب؟ يا ابني ما هو انت ده هو ده حالك. لا بس انت ما تقوليش ازاي انا اروح مصحة، ازاي اروح كذا كذا كذا. فالموضوع مش سهل. فانت حافظ على اولادك وحافظ على نفسك وحافظ على الدنيا اللي حوالين منك. جالي واحد تاني برضه، شاب عنده 27 سنة 28 سنة، جاي ميت. هو الولد ماشي على الأرض يائس من الحياة. أبوه طرده، أبوه حرمه من حاجات كتير، طرده في الشارع. الولد بقى بتاع مشاكل، دخل السجن، قضى سنين جوه، مش هقول لك شهور ولا أيام. دخل السجن قضى سنين. تحس إن الولد ماشي تايه، عمره رايح، مش مظبط الأمور. فالمهم جه وقعد واتكلمنا معاه، لقيناه بيشرب. واللي بيشرب ده يا جماعة، اللي بيشرب الشيء ده بالذات الشاب
سواء متزوج أو غير متزوج هو ينشط الحالة الجنسية عند الرجل والمرأة. فطبعا شاب بيشرب بيروح يزني والعياذ بالله، هو عايز يفضي الطاقة لأن عنده باور شغال 24 ساعة ما بيفصلش ما بينامش، فهو شارب الشاب ده مختلف. فالمهم جه الراجل الطيب ده اللي عنده 27 سنة ده قعد معايا اتكلمنا شوية. طيب يا ابني، قال لي لا أنا عايز أنضف، عايز أتوب، عايز أرجع، عايز أتعدل، الدنيا بايظة مني، أنا ماشي خايف، أنا ماشي كذا، أني. طب يا ابني هلتزم. جه قرأت عليه وظبطت العمل، قلت له يا ابني خلاص هتجيلي بكرة نشوف هنعمل ايه معاك. راح ما جاش. هما كده ياخدوا اللقطة، يقول لك أنا تعبان، عندي سحر، عندي مس. ليه؟ لأنه عامل مشاكل مع الدنيا كلها، عامل مشاكل مع عمه، مع أبوه، في البيت، في الشارع، محدش طايقه أصلا. هو حس إن هو مكروه في المجتمع، بقى مكروه خلاص، خد الطبعة أو خد النشان أو خد أيا كان، خلاص بقى مكروه في الحياة بتاعته. فهو جاي لك بعد ما انكره وبعد ما عادش له لازمة، يقول لك أنا فكرت في الانتحار كذا مرة، عايز أموت نفسي، أنا عايز أموت نفسي، أو عايز أعمل أي حاجة، أو عايز أسيب البلد ومشي، أو أسيب المكان اللي أنا فيه ومشي، أو أسيب البيت اللي أنا فيه، لأنه اتفضح، بقى مفضوح في الشارع، بقى مفضوح مع أصحابه، مفضوح في بيته، مفضوح في بلده، خلاص هو يأس من الحياة. ليه؟ بسبب هذا الشاب. فأنت تبقى أنت عارف لما تتعامل مع أخ من إخواتك أو ابن من أبنائك والعياذ بالله، أو واحد من هؤلاء هو كذاب، كذاب حورتجي. اللي عايز يتوب يا جماعة، أنا قعدت مع ناس ربنا كرمها وتابت، منهم اللي خش المصحة ومنهم اللي جلس في بيته وحكالي بلسانه. يعني مرة بتكلم وأنا واقف مع حد، قال لي يا عم الشيخ اللي عنده عزيمة ربنا بيتوب عليه، هي عايزة عزيمة مش أكتر. قلت له إزاي؟ قال لي أنا كنت بشر، ولما لقيت الدنيا بتبوظ مني وباظت مني قمت قافل عليا باب ظهري وحبوب منوم، او ما اكل واخد منوم، او ما اكل واخد منوم، او ما اكل واخد منوم. هو كده بعد ما ربنا يتوب عليك بتلاقيك ان النفس بتاكل بطريقه بغزاره. طب وايه؟ نام اما الفكره تطلع من دماغك والسموم دي تخرج شويه، تلاقي نفسك. هو بيقول لي انا قفلت على نفسي اسبوع، ده من خارج البلد، قفلت على نفسي اسبوع وبقيت 100%. هي اراده بيني وبينك، انا برضو يعني معرفش، ما صدقتوش. ما هو اللي انا اعرفه في موضوع الشاب ده، ناس يقول لك دخل 4 شهور ودخل 6 شهور، واللي دخل شهرين ده ما بنقتنعش بيه. يعني بيقول لك اللي يخش يقعد شهرين جوه ما بيرجع تاني. اتبيع مسألة عزيمة، انت عايز تتعالج ولا ما انتش عايز تتعالج؟ هي دي المسألة. اللي عايز يتعالج ربنا بيسهل له الطريق، انما اللي مش عايز يتعالج وهتاخده توديه تحت الارض وهتاخده تعالجه وتدخله مصحة 100 شهر مش 4 شهور ولا 6 شهور، هو اللي في دماغه هو هيطلع هيشرب او هيضرب. فده عدى والايام عدت وسنين عدت. فقعدت مع واحد يعني راجل محترم برضه في كلامه وعجبني في كلامه، قال لي يا عم الشيخ انا دخلت 4 شهور علاج وشهرين مش عارف ايه كده، انا مش فاكر لان مش حافظ قوي. قال لي بس انا دخلت الاول 6 شهور علاج، طلعت شربت تاني لان هم اللي خدوني ودوني غصب عني، حبايه منوم حطوها وخلاص، وفجاه لقيت نفسي في المصحه. تمام، طلعت بعد 6 شهور كويس شويه، بتشرب من وراه
اروح هنا اشرب، اروح هنا اشرب، اروح هنا اشرب. فالعملية عايزة إرادة من جواك انت. ورجع تاني أشر من الأول، بس لما لقى الناس كرهته وعزلته عن المجتمع وكله بقى يعرف منه ويعاديه ويبعد، لأنك أصلك هتتكشف مش بمزاجك. شرب الحاجة دي بيكشفك، بيخليك تطلع كلام، والمخ بيصور لك كلام ويصور الناس اللي قدامك بأشياء معينة، فأنت مش بمزاجك. حتى لو قعدت تحافظ على نفسك سنين وحابس نفسك عما العملية تظبط معاك، انت بتنزل بتخرج عن الشعور برضه. فالمهم قال لي لما لقيت الدنيا اتقفلت في وشي طلبت ان انا اروح المصحة. انا اللي طلبت ورحت واتعالجت في 4 شهور، مش في 6 شهور. اتعالجت في 4 شهور وقعدت شهرين مش عارف زي نقاهة او حاجة زي كده يعني، مش عارف بيقولوا عليها ايه. قال لي وطلعت وبقيت اساعد الناس وناس تساعدني. اقول له انا دلوقتي يعني طالبه معايا ضرب، اعمل ايه؟ يقول له مثلا اعمل كذا كذا كذا. حكى لي بس انا يعني مش ملم بالموضوع قوي فنسيت. فاللي عايز يتعالج هيتعالج. ما ترميش بقى على الدين وتقول اصل انا ممسوس او مسحور او مش عارف ايه، وتقعد تعمل افلام على عيلتك وافلام على زوجتك وافلام هنا وهنا، وانا تعبان وانا مريض والكلام. لا، انت بتشرب، عالج نفسك. اصل الموضوع ده مش هينفع حد يعالجك الا انت. وصل للنساء يا جماعه، في ازواج في البيوت بيشربوا وبتعمل حركات وبتعمل اكنها مسحوره وممسوسه عشان برضو تسجل بونت او تسجل حاجه عند الزوج ان هي ده كان عندها عمل وكان عندها سحر، وتقنع الراجل وتقنع المرأة وتقنع امها. ففي بس دي نادرة يعني عشان برضو ما نشتتش الامور. انما انت عايز تتعالج. واحد كان بيجي يقعد معايا برضو اعرفه، فجأة اختفى عني شهر او 15 يوم حاجة زي كده. فلقيته جاي بيسلم عليا، لقيت وشه رادد ووشه منور. فانا بقول يا ربي هو كان فين الراجل ده؟ بحدث نفسي. بس هو زي ما تقول هو يعني حبيبني وبيجي يصارحني. اعمل ايه؟ انا في مشكله، انا في كذا، انا اعمل ايه؟ اروح فين؟ اجي منين؟ فبيقول لي انت ما تعرفش انا كنت فين؟ بقول له خير، اوعى تقول لي كنت في السجن. قال لي لا انا كنت بتعالج. قال لي ايوه انا كنت بشرب شاب، وفجأة لقيت نفسي باخد حاجات من البيت، والله بنص الكلام كده، باخد حاجات من البيت وبروح ابيع مؤلفة، ابيع ب100 جنيه، ب50 جنيه، ب200 جنيه، علشان اجيب نص جرام او ربع جرام او ما شابه ذلك. بقيت ابيع حاجات واخد من ورا مراتي واروح ابيع. ففجأة لقيت نفسي بضرب ابني في البيت بطريقة بشعة، او بنتي، مش عارف قال لي ابني ولا بنتي. مسكت الولد وبضربه بطريقة بشعة وخلاص، ولقيتها فلتة مني. فبعد شوية لما قعدت كده ومراتي حشتني عن الولد، فتقريبا زي اللي فات يعني. فبيقول هو انا كنت بعمل ايه؟ ايه اللي حصل ده؟ لا، ابيع من بيتي واضرب عيالي واخرب بيتي، يبقى في حاجة غلط، اللي انا بعمله ده مش صح. طب ايه العمل؟ قال لي بقى هو بيحكي لي ايه العمل. قال لي قمت قافل على نفسي بالمفتاح جوه، جايب اكل وشرب وحاجات معينة كده. طبعا مراتي خدت عيالها وسابت البيت، خسرت كل حاجة. والناس اللي انا شغال معاهم سابوا مشوني من المكان. اصحابي بقيت اسلف منهم مرة في 2 في 3، خلعوا مني، بيت لوحدي. اعمل ايه؟ قمت جايب اكل وحطه في البيت، وقمت قافل عليا البوابة بالمفتاح، وقمت رامي المفتاح بره البيت وحبست نفسي. حد طلبني من اصحابي او حد طلبني من قرايبي انت فين؟ قلت لهم انا في البيت وقافل على نفسي.
لأنني موضوع انتوا كنتوا بتسألوني انت بتشرب ولا لا، وكنت بجيب المصحف واحلف عليه انني ما بشربش. انا بقول لكم دلوقتي انا كنت بشرب وانا حالتي سائد ومانيش لاقي اكل وانا حابس نفسي في البيت. بيقول لي لما طلبت من ربنا سبحانه وتعالى قلت يا رب توب عليا وانا عايز انضف من الحاجه دي، لقيت اصحابي كلهم جولي، ولقيت مراتي رجعت بعيالها، ولقيت امي جات لي، ولقيت ناس جات لي، ولقيت نفسي وقفوا جنبي واتعالجت بفضل الله. ما فيش اسبوع واحد. بقول له يا ابني بس ده عايز علاج علشان تمشي عليه. قال لي علاج ايه يا عم السعيد؟ ده هو شريط منوم. شريط منوم بتاخد الحبايه او الاتنين وانام. لو قمت بعد كام ساعه فتره طويله او ما اكل واخش انام تاني، او ما اكل واخش انام تاني. قعدت اسبوع على هذا الامر، وبفضل الله زي ما انت شايفني قدامك كده فعلا زاد النص زي ما بيقولوا. قعدت مع واحد تاني يعني راجل عاقل كده، فبقول له فلان الفلاني بيشرب وعايزين ندخله مصحة وكده. قال لي يا باشا انا من جنيه المليون. هو قال لي كده، قال لي من جنيه المليون بس بشرط. ايه هو الشرط؟ قال لي هو اللي يجي يقول لك انا عايز اتعالج، مش نروح ناخده ونوديه ويطلع تاني. قال لي اهو ادي نموذج، وقام نادي على واحد يعرفه. قال له خد يا ابني انت بتشرب ايه؟ قال له انا كنت بشرب شاب، وقعدت فتره طويله وكنت شربته ايام ما كان ب 3800 جنيه او 3200 جنيه. هو الوقت يا رخص، واخد بالك؟ كنت بشرب وكنت بشرب بغزاره ومش عارف ايه، وبعت اللي قدامي واللي ورايا، وبقيت اخد حاجات من الشقه، وبقيت اسلف وامضي شيكات وامضي مش عارف ايه وصولات. لما عرفت قال له طب اتعالجت ازاي؟ قال له قام قايل انا جيت لك وقلت لك انا عايز اتعالج قدامي الكلام. قلت له طيب واتعالجت في كام؟ قال لي في اسبوع. انا ما صدقتوش يعني، قلت له بصراحه انا ما صدقكش في موضوع الاسبوع ده. قال لي والله 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 حبست نفسي في البيت اسبوع كامل، وبفضل الله عز وجل تركت هذا الامر. وخلي بالك هو يقول لك بيأثر فيما بعد على العلاقة الجنسية، بيجيب ضعف جنسي. فيا جماعة القصص كتير، وصاحب الشاب أو شارب الشاب كذاب وبتاع حوارات، ومش هتعرف تاخد منه كلمة نافعة ولا هيصدق معاك في أي حاجة. لو جاب لك المصحف وحلف عليه على أي حاجة اعرف إن هو كذاب. ربنا يشفينا يا رب ويشفي مرضى المسلمين، ويخرج السموم دي من بلادنا، وينظف بلادنا من هذه السموم ومنهم لله. حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الكبار اللي دخلوا السموم دي البلد. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، ويا رب انتقم من هؤلاء، لأن هؤلاء الصغار يعني ذنبهم ايه ان هم طلعوا لقوا عشان الحيتان دي تبيع وتكسب اتدمروا، واتدمرت اسرهم، واتدمرت حياتهم، واللي طلق وغصب عنه. راجل مجوز بنته، الواحد بيشرب شابه، انا هسيبها معاه ازاي؟ لازم ابعدها عنه، ما هيموتها. فيا جماعه ربنا يرفع عنا، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا، اللهم طهر بيوتنا من هذه السموم، اللهم طهر أولادنا من هذه السموم، اللهم ابعدهم يا رب، وابعد هذه الأشياء عن الأمة الإسلامية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.